شوية فضفاضة كده عن الأحداث الرياضية. الكرة في مصر طبعا واقفة، لكن الأحداث في مصر ما بتوقفش. طبعا كلنا شفنا هروب وسام أبو علي وإزاي زالل الأهلي وكسر عين الأهلي ومخلي الأهلي مش شايف. وطبعا دخول زيزو الفرقة وإنه خلى مفيش لعيب عايز يجدد. بس اللي أنا مستغربه إن الأهلي عمال ينزل في بيانات وكلام وحاجات كلها عنطزة بالأونطة. طبعا الرجالة بتحاول تداري فشلهم الذريع وتحاول تداري الوساخة اللي هم عايشين فيها. طبعا الشباب الناحية التانية محسسينك ان مفيش حاجة وان احنا بخير ومش عارف ايه، لكن اوضة اللبس بايظة. طبعا الخطيب ما استحملش، قال لهم حاولوا تدارونا بأي حكاية. قام رافع بيان عبيط قال لك الاهلي يرفض نزول وسام ابو علي مش عارف ايه في سفريه تونس، وهو اصلا عمال يدور عليه وبيموت، هيموت على رقمه، هيموت وحد يدي الخطيب رقمه ما حدش بيعبره. قال له روح كلم الوكيل بتاعي، متكلمش معايا يا نادي يا قليل. وطبعا زيزو من يوم ما دخل اوضه اللبس وادينا شايفين نص الفرقه عايز يمشي والنص التاني عايز ياخد 100 مليون. حاجه يعني في الأراجة خالص. طبعا نادي وضيع زي ده شغال مغسلة، مش عندوش إدارة تقدر تحسبها صح، وما عندوش إدارة تقدر تشتغل صح. هو كل اللي كان بيشتغل شغل مكايدة نسوان وفلوس عبيطة معانا بتتغسل، فلوس شمال داخلة البلد. ندخلها ازاي؟ ندخلها على أكبر مغسلة تعرف تغسل فيها من غير ما حد يقولك أنت بتعمل إيه. فدخل دخل 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 التاني عامل لك فيها إداري وعامل لك فيها إن هو رئيس نادي بجد. روح هات لي زيزو، روح هات لي امام. طب ابلع. مين اللي بيستفاد؟ زيزو وامام واللعيبه اللي عماله بتعد في ملايين مليارات. زيزو ده عقده في 3 سنين كسر النص مليار مش عارف ايه، ارقام خزعبليه. امام حاطط شروط في ال3 سنين اللي هيجددهم 500 مليون. 500 مليون مش 300. يعني الاهلي عرض عليه 300. طبعا الاهلي كده كده مش قادر يكلمه، لعيب كسر عينينا وشتمنا وهينا ورحنا جبناه وبنديله رقم عالي. فقال له طب خلاص خد 300. قال له فيشا في ال3 سنين 500. فانا مبسوط بصفقه زيزو، لعيب خدت منه عزه وراح الاهلي. ممكن يقدر يعمل حاجه، ما عشان برضه ما نقولش كلام فاضي، لكن ايه بعتهولك على ال30 هرب منك وسام وهو في عزه وهو لسه عقده ساري فيه 2 3 سنين. لكن انا زيزو لما مشي من عندي مشي ازاي؟ مشي وعقده كان خلصان اصلا. فلمها عشان شكلك كده هتجيب ضرافها يا عم جهبذ.